قضية النهاردة شغلت الرأي العام المصري الفترة اللي فاتت لأنها جديدة على مجتمعنا. كريم سليم أو سفاح التجمع. كريم سليم مواليد 1987، اتولد في أمريكا لأب وأم مصريين. بعد فترة والده ووالدته انفصلوا عن بعض. قرر كريم إنه يرجع مع والدته عشان يكمل دراسته الجامعية هنا في مصر. وفعلا كريم يخش الجامعة الأمريكية هنا في مصر ويتخرج منها ويشتغل في واحدة من المدارس الأجنبية هنا في مصر. في الفترة دي من حياته كريم قابل لب اللي حبوا بعض واتجوزوا، وبعد مدة أنجبوا مولودهم الأول زين. وفي الفترة دي كريم كان أدمن المخدرات، واللي كانت السبب في إنه يتفصل من شغله. وبسبب إدمان المخدرات بدأت مشاكل كتير تحصل ما بينه وبين زوجته، اللي أدت في الآخر للانفصال. وزين كان عايش مع والده في اسكندرية. وكريم في الفترة دي قرر إنه يعمل صفحة تيك توك يعلم فيها الناس لغة إنجليزية. فعلا الصفحة دي بعد مدة بدأت تكبر ويبقى لها عدد متابعين كده. ولما كريم بدأ يكسب من التيك توك ينقل من اسكندرية لشقة خاصة بيه في التجمع، وعمل في الشقة دي أوضة عازلة للصوت، والمفروض إنها لشغله وكده عشان متعملش إزعاج للجيران. وكريم كان حاطط في الأوضة دي كاميرات. وبدأ كريم يستدرج بنات اللي كانت بتعجب بيه من التيك توك وكده لشقته، وفعلا يستدرج بنات لشقته ويمارس معهم علاقة ويصورهم صوت وصورة، بس مش عشان يستفزهم. كريم كان عنده صفحة على الدارك ويب وكان بينزل عليها الصور والفيديوهات دي. ولما المتابعين بدأوا يعجبوا بفيديوهات كريم حب يطور في الفيديوهات دي أكتر، وبدأ البنات اللي يجيبها يشربهم مع مخدرات ويمارسوا العلاقة بمنتهى السادية من ضرب وتعذيب. وكريم بعد فترة اتعرف على حنان، وحنان دي الطرف التاني في القضية، وحنان دي كانت قوادة. وكريم كان ليه طلبات خاصة في البنات اللي عايز حنان تجيبها له، منها هي صغيرة في السن، ضعيفة، ملهاش أهل يسألوا عليها، عشان تقعد عند كريم فترة كبيرة. وفعلا أم شهد تجيب له أول زباين واللي هي بنتها، وكريم يمارس العلاقة معاها. وبعد فترة تكتشف إنها حامل منه وتسقط الجنين. وكريم بعدها بفترة يطلب منها بنت تانية، والبنت دي هتكون أول ضحية لكريم. توصل البيت عند كريم وبيتعاطوا المخدرات سوا. وأول ما بتغيب عن الوعي كريم بيبدأ يحقنها بحقنة مخدرة ويسحبها على الأوضة ويمارس معاها العلاقة بمنتهى السادية من ضرب وتعذيب وخنق لحد ما تموت، ويمارس معاها العلاقة تاني بعد ما تموت ويرميها في طريق إسماعيلية الصحراء. وبعد شهر تقريبا من الواقعة دي كريم يطلب من حنان إنها تجيب له بنت تانية، وفعلا تجيب له بنت تانية. وبعد ما بتوصل عنده البيت بيبدأوا يتعاطوا المخدرات سوا. وأول ما الضحية بتبدأ تغيب عن الوعي بيحقنها كريم بحقنة مخدرة وبيسحبها على الأوضة، وهناك بيمارس معاها العلاقة بمنتهى العنف من ضرب وتعذيب. بعد كده بيجيب سلسلة ويلفها حول رقبتها ويخنقها لحد ما تموت، وبيمارس معاها العلاقة تاني بعد ما تموت. وبعد ما بيفوق كريم من المخدرات بيحطها في شنطة سودا وبيرميها في منطقة التجمع الأول. وبعد شهر من الواقعة دي بيطلب كريم من حنان إنها تجيب له بنت تانية، والضحية التالتة دي بتكون زميلة شهد بنتها في الجامعة. وبيتفق كريم ورحمة على كل حاجة. وفعلا بعد ما بيتفقوا على كل حاجة رحمة بتروح لكريم البيت وبيتعاطوا المخدرات سوا. وأول ما بتغيب عن الوعي بيبدأ كريم يجيب الحقنة المخدرة ويحقنها بيها ويسحبها على الأوضة ويمارس معها العلاقة بمنتهى العنف من ضرب وتعذيب والسلسلة لحد ما بتتخنق، وبيمارس معها العلاقة تاني بعد ما تموت. وبعد ما يفوق من المخدرات بياخد جثتها يحطها في شنطة سودا ويرميها عند محور 30 يونيو جنوب بورسعيد. وبعد مسافة من مكان ما رمى الجثة كريم بيقف يغير هدومه ويرميها عشان كان عليها دم من رحم. وبعد يوم بتكتشف الناس الجثة. فعلا بتوصل رجال الأمن ورجال البحث الجنائي، ولما بتبدأ المعاينة الأولية بيلاقوا مع الجثة تليفونها. وبعد 2 كيلو تقريبا من مكان إلقاء الجثة بيلاقوا هدوم عليها بواقي دم. ولما بيبدأ الفحص الموبايل بيلاقوا آخر مكالمة كانت ما بين رحمة وما بين كريم. وفعلا بتتوجه رجال الشرطة عشان تقبض على كريم، وفعلا بيتم القبض عليه. ولقوا في شقته أدوات تعذيب كتير أوي. ولما فحصوا جهازه لقوا أكتر من 80 فيديو متصورين صوت وصورة، من مقاطع جنسية لمقاطع تعذيب متصورة صوت وصورة. وفعلا كريم اعترف بكل الجرائم دي وإن هو اللي ارتكب الجريمة، وإنه ارتكب جريمتين غيرهم. ولما اتسأل كريم في التحقيقات إيه السبب في إنه يعمل كده، قال إن مراته لبنى هي السبب، لأنه كان بيشك فيها وإنها كانت بتخون، وإن كريم كان بيتبسط بتعذيب البنات دي وبيتبسط بصوت صراخهم وبصوت تعذيبهم. وتم تحويل قضية كريم لمفتي الجمهورية.
وإن شاء الله حكم الإعدام في نفذ. السلام عليكم.